كنت عايز اصور فيديو عن التصنع، وانك ما تتصنعش وتتعامل على طبيعتك. من المفترض ان انا كنت هفتح الترايبود اللي انا بسند عليه الموبايل عشان اعرف اكلمكم، بس في ناس حواليا يعني ممكن يقطعوا عليا الكلام، فبحاول انجز. اهم حاجة انك انت تتعامل بطبيعتك اللي بتتعامل بيها في الواقع. ما تجيش مثلا لو عملت فيديو على السوشيال ميديا وبقى عندك محتوى تتصنع وتحاول بقى تنايب الشوكة والسكينة. ازاي تقول الكلمة دي، ولو اتلخبطت في الكلمة دي هتتشاف ازاي قدام الجمهور ومش عارف ايه. بص اقول لك على حاجة انا فهمتها. الناس على النت لو انت مثلا هتعمل محتوى، يعني الناس لو عايزة تتفرج على الفيديو بتاعك هتتفرج، لو مش عايزين يتفرجوا مش هيتفرجوا على الفيديو بتاعك حتى لو كنت متصنع فيه وعامل كل حاجة بالشوكة والسكينة زي ما بيقولوا. انا ما بقولكش مثلا تطلع تهبل في الفيديوهات وتقول اي كلام وخلاص، لا، انت اللي هو عادي يعني مثلا نطلع لو عندك شوية معلومات هتقولهم قولهم بطبيعتك. برضو ما تبالغش برضو في المونتاج اللي انت بتعمله. ما تبالغش في انك انت مثلا تروح مكان، يعني تدور على افخم مكان عشان تصور فيه. عادي في مكان بسيط، اضاءة بسيطة تبقى باين فيها، صوت المايك مثلا يكون واضح حتى لو مايك مش حلو اوي، بس فاللي هو يعني بسطها تلاقي الدنيا حلوة معاك. واتكلم ببساطة، واتكلم انك انت عادي واحد من الناس اللي بتكلمهم. ما تتصنعش بقى وتبقى تبين لنا ان انت مثلا دكتور جامعة طالع يتكلم ولا استاذ ولا حاجة بس. وزي ما قلت لك الناس لو عايزة تتفرج على الفيديوهات بتاعتك هتتفرج، مش عايزة تتفرج مش هتتفرج حتى لو عملت ايه. والكلام ده مش عشان خاطر انت عامل محتوى بس، الكلام ده بقوله لأي حد يعني مثلا بيتعامل في الواقع مع الناس، مع اي حد، لان البني ادم اللي بيتصنع بيبان عليه التصنع. وفي الحياة الواقعية برضو ما تتصنعش عشان خاطر تبين انك انت بتعرف تلبس كويس. يعني الناس مثلا ايه، مثلا يعني انت بتلبس احلى لبس وبتمشي بقى بتتعوج في الشارع عشان خاطر الناس تبص عليك تقول الراجل ده بيعرف يلبس، الراجل ده بيعرف يمشي. يعني في ناس بتتعوج حتى في مشيتها. ما تتصنعش، البس اللبس اللي موجود معاك، صرح التسريحة اللي انت بتسرحها على طول واللي عاجبك انت. اي نعم احترم الناس، بس برضه ما تخليش نظرة الناس ليك هو العامل الاساسي الاول بس. يعني في واحد دلوقتي لسه معدي من جنبي، والله انا وقفت الفيديو ورجعته تاني مرضتش يعني اخلي اللقطة دي في الفيديو. بيقول لي بتعمل ايه؟ بقول له ماسك الموبايل صور فيديو بس. وعلى فكرة الحاجة دي أنا شفتها برضو في صناعة الفيديوهات اللي أنا بعملها. بلاحظ إن الفيديوهات اللي بطلع فيها أتكلم بطبيعتي ومن غير تصنع ومن غير حتى ما أجهز السكريبت ولا أي حاجة، يا دوب بقعد في مكان لوحدي كده معزول وبتكلم فيه على طول، بلاحظ إن بلاقي فيه مشاهدات وبلاقي فيه لايكات حتى لو كانت بسيطة خالص، حتى لو كانت معدومة، أكتر من الفيديوهات اللي بظبط لها سكريبت وبظبط لها مكان وبظبط لها عنوان ووصف وكلمات مفتاحية وكل حاجة وصورة مصغرة، وباجي في الآخر 0 مشاهدات، وباجي في الآخر بلاقي ما جابش المشاهدات اللي أنا عايزها بس. فيعني في نهاية الفيديو تعامل بطبيعتك وما تتصنعش. ما تتصنعش في كل حاجة، في حياتك العملية، في حياتك الدينية، في حياتك اللي على السوشيال ميديا، في أي مكان أنت بتروحه اتعامل بطبيعتك اللي اتخلقت بيها وما تتصنعش بس. كده خلص الفيديو بتاعنا، وما تنسوش تكتبوا الآراء بتاعتكم في الكومنتات. سلام.